السلام عليكم. انا جيت لكم دلوقتي في المشكله اللي انا قلت لكم عليها من اول مره، بس انا بصراحه ما كنتش فاضي ان انا اصورها. والمشكله دي بتيجي من عدم اهتمام مع الحمام والمتابعه معاه. تمام، انا اوريكم دلوقتي المشكله. شايفين المشكله؟ شايفين فرق الحجم؟ شايفين فرق الحجم؟ انا هوريكم بس الفرق. تحس ان ده اكبر منه من اسبوع، والله العظيم الاتنين طالعين في نفس اليوم. والله الاتنين طالعين في نفس اليوم، ما كملوش حتى ساعتين ورا بعض. والله المشكلة اللي ده عشان كان أول شوية، وده اللي طلع الأول كان بياخد الأكل على طول، ده ما كانش بياخد منه حاجة. يعني شايفين الفرق؟ تحس اللي هو كان بقاله بالظبط ده 3 أيام. لو حد شافه يقول ده بقاله بالظبط 3 أيام 4 أيام. ده يقول عليه ابن أسبوعين، والله نفس الحجم بتاعه. تمام. فأنا الوقت ده مش عايزينه في الوقت خالص، نرجعه تاني. نيجي بقى للمشكلة دي وازاي نحلها وازاي نكبرها. خلاص الأهل دي ساب بس الحمام فوق اهو. نيجي بقى للمشكله دي. المشكله دي هتتعامل معاها ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. هتمسكه، انا بفضل ان انت اللي تربيه بقى، طالما اخوه كبر بالطريقه دي. انا عشان ما كنتش مهتم بيهم بس الايام اللي فاتت، ودي ممكن تحصل مع اي حد مش بيهتم بالحمام او كده. حتى لو غاوي ومش مهتم بالحمام قعد فتره، هتلاقيه بيحصل معاه الحاجات ده. تمام. فانا بقى هاخد ده، هعمل ايه؟ هوريكم بس الاول. ده انا يعتبر ده الفرخ اللي انت بتفرخ من الحمام. فانت بتعمل ايه؟ ارمي بس السرنجه دي، مش عايزينها خالص، او خليها بس هنا دلوقتي. تمام. انت هتجيب كرتونه زي كده، كرتونه زي كده هقفها لكم برضو بالمتر عشان تعرفوا مقاساتها، او مش هتفرق حتى لو كبيره. بصوا مقاسها بالظبط 40 سنتي، 40 سنتي في حوالي برضو 30 او حاجه زي كده. تمام. فانت ده بقى هتعمل ايه؟ هتجيبها وتخرمها بالطريقه دي. تمام؟ ما تسيبش بس غير جنب واحد، هي دي اللي هتعلق منه اللمبه. هتدخل الدوايه، هفهمكم برضه. انتوا هتجيبوا دوايه بسلك اهي وبلمبه. تمام. تروحوا مركبينها وتعلقوا فيها اللمبه بتاعتكم، والزغلول هيكون هنا عشان ايه؟ ياخد دفى بتاع اللمبه، عشان اكنه تحت امه وابوه بالظبط، ما يحسش ببرد ويموت منك. فانا دلوقتي جبته، حطيت الاول مناديل او رمله او اي حاجه زي كده. انا حطيت مناديل وبعد كده العفش عشان بس ما يفرجعش منك، عشان رجليه ما تعملش كده واسعه منك. فاهم؟ عشان يقدر يمسك في قلب البتاع اهو. طب خلاص، جبنا الكرتونه بقى وحطينا الكتكوت بتاعنا وكل حاجه. تمام. الحكايه دي برضو يا جدعان تقدر تعملوها في قلب بيض، اللي انتوا تفقسوا بيض وبرضو تاكلوه. فاهم؟ فانا خلاص اهو جبت كل حاجه يا بيدو، وبرضه لغايه دلوقتي مش فاهمين منك حاجه. تمام. هفهمك دلوقتي. هتروح لاي واحد بتاع حيوانات، هتقول له انا عايز سرنجه تاكيل. يعني ايه سرنجه تاكيل؟ هيجيب لك السرنجه دي في واحده دي او اكبر منها، وهتلاقيه بيركب لك فيه الخرطوم ده. الخرطوم ده انت هتعمل له كده، هو انت تفتح بقه وتدخله الخرطوم وتزق الاكل بتاعه. تمام. طب ايه الاكل بقى؟ ده اخر حاجه انا هقولها. ايه الاكل؟ الاكل تقدر تجيب له سريراك قمح او رز، هتجيبه من الصيدليه عادي. والبديل ليه معلش بس اركبها. والبديل ليه البسكويت، البسكويت الساده. البسكويت الساده تطحنه وتعمله زي السريراك. يعني ايه سريراك؟ اللي هي زي بودره برضو، تخليه زي البودره كده، وتحط عليه ميه وتقلبه كويس جدا، وتملاه بالسرنجه دي، وتفضل تشفط وبرضو يعني تفضل تنفخ برضو فيها. تمام. لحد ما يتقلب كويس جدا معاك. بعد كده تاكل الزغلول بتاعك. وفي الاخر تجيب له زيت ميه زي كده، وتاخد منه حوالي 5 سنتي، 5 سنتي بالكتير، وتروح مشرب الكتكوت بتاعك او الزغلول. تمام. هو بس عشان مش متعود، انا دلوقتي هاخده انزله. اهم حاجه اللي انتوا يا جدعان تجيبوا له لمبه حمراء عشان ما يبردش، تكون اللمبه دافيه عليه. انت فاهمني؟ فهي دي كل الحاجات بتاعه التاكيل. تمام. وتقدر برضو تجيب له فيتامينات، فتح شهيه وفيتامين. معلش راح فين؟
فتح شهية وفيتامين. دول هتجيبهم من على الصيدلية، برضو انا شرحت عنهم في فيديو قبل كده اهو. ده اسمه، ده اسم التاني اهو. تمام، لو عايزين تصوروه وتوروه الصيدلية. فانا خلاص كده شرحت عن كل حاجة يعتبر. ولو في حاجة انا ناسيها يا ريت تكتبولي فيها وانا هشرحها لكم تاني. فهي الموضوع كله سهل، اللي انت هتجيب بس سراك او بسكويت سادة وهتقلبه كويس جدا في قلب البتاع وتملاه بالظبط. معلش عشان ما قلتش برضو الحته دي، 15 سنتي من 20 سنتي. يعني بلاش تجيبوا السرنجه اللي هي الكبيره قوي دي، خليكوا على في دي على طول. 15 سنتي او 20 سنتي هتملاها وتحطها في بق الزغلول. اما بصوا يعني يعتبر يعني مش واكل من اخوه حاجه، فانا حرام اسيبه كل ده مع الاهالي. في اهالي كده زي ما حصل برضو في الجوز دول، نفس الحكايه بتاعتهم. تمام، فهي دي الطريقة اللي انتوا برضو تعملوها. وبرضو لو انتوا عودتوه او نزلتوه عندكم دلوقتي في الشقة وعودتوه اللي انتوا تاكلوه كده، هيجي يقف على ايديك ومش عارف ايه. الكلام ده الناس اللي بتحب اللي انت هتمشي بالحمام سايب تحطه على ايدك وهو يقف على ايدك، تطيره تندهله ويجيلك. الكلام ده هيتعود معاك من سبب اللي انت بتاكله. كل الكلام ده بيجي يا جدعان من سبب اللي انت بتاكله وبيجي يقف على ايدك. تمام، يا ريت اللي انا شرحت عن كل حاجه. وبرضه هشرح لكم برضه الفيديو ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يعني عن الزغلولين دول. ليه خسوا جامد من الاهالي دي. تمام، وايه العلاج برضه بتاعهم. هي معظم العلاج يا جدعان، عشان بس اوضح الفكره دي قبل ما اخلص الفيديو، معظم العلاج يا جدعان اللي انتوا هتستعملوه في الحاجات دي كلها هما العلاجين دول. العلاجين دول هيدي اشكالهم. معلش بس هشغل الشاشه. العلاجين دول يا جدعان من اهم الحاجه اللي تلاقيها عند الحمام. اهم الحاجات اللي انت تديها للحمام فيتامين وفتح شهيه. الاتنين دول بصراحه انا ما بعزلهمش خالص من عند الحمام. اي حمام، اي زغليله، اي حاجه زي كده بتحصل معايا لازم الاتنين دول يكونوا معايا في اي وقت. لازم الحاجات دي بص بركنها كده، بركنها كده على جنب. تمام، فهي دي شرح النهارده، ويا ريت الشرح بس يكون عجبكم. شكرا.